السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة وسريعة، وصفة جميلة جدا، حاجة كده من الآخر، حاجة كده زي ما بيقولوا فاخر من الآخر. ايه الوصفة الجامدة السريعة السهلة البسيطة اللي مش مكلفة، اللي تعتبر اقتصادية، المغذية 100%، المفيدة جدا للأولاد، الحلوة قوي، اللي طعمها كمان مميز؟ هي جراتان البطاطس او كراتان البطاطس. هنعملها النهاردة ريبيينو بالتونو، يعني محشي بالتونة، او الحشوه بتاعته هتبقى معموله بالتونه. بس انا هعمل حاجه مختلفه شويه. مش هستخدم بصل، هستخدم حاجه اسمها بورو. والبورو ده موجود عندنا هنا زي التشيبولوتو او البصل الاخضر اللي موجود في مصر، بس بيبقى تخين شويه وكبير شويه. يعني البصله الخضراء او التشيبولوتو بيبقى من فوق الراس البصله عادي، ونزل على العرق بتاعه الاخضر الرفيع. دي بتبقى كلها قطعه واحده، طول واحد. يعني الحته البيضه اللي من فوق نازله بحته بيضه كبيره وتخينه من تحت. وممكن ابقى اصورها لكم، بس عشان انا قطعت بصراحه ونسيت اصور لكم البر ده عامل ازاي. بس هو موجود هنا ومتوفر هنا. لو مش موجود في مصر، ما اعتقدش انه موجود عشان ما شفتهوش بصراحه. تقدري تستخدمي البصل الاخضر اللي هو هنا اسمه تشيبولوتو. ولو هنا في ايطاليا تستخدمي البر، عشان ده موجود في السوبر ماركات وموجود في كل حته. نزلت عليها بمعلقتين زيت زيتون وشوحته. بيطرى بسرعه، بيبقى فيه نسبة سوائل كبيرة، بيطرى بسرعة. نزلت عليه بالتونة. وحوالي تونة قد ايه؟ حوالي لو في مصر علبتين كبار، لو هنا حوالي 4 علب من المتوسطين. وزيتون وفلفل الوان وفلفل اسود واوريجانو اللي هو الزعتر وملح. والملح خدي بالك ما تكتريش، عشان التونو فيه ملح والزيتون فيه ملح. وهقلب الكلام ده كده مع بعض وياخد ويدي معايا. وبعد كده خلاص انا مش هسيبه يعني ياخد وقت كبير على النار، عشان انا عايزه كل حاجه مقرمشه. عايزه الفلفل يبقى زي ما هو كريسبي كده او كروكانتي، والزيتون احس بالقرشه بتاعته، وكل حاجه احس بالقرشه بتاعتها. ده بقى اللي هيخليه طعمه جامد جدا. والحشوه لو اتهرت او سويتيها زياده ما بتبقاش اجمد حاجه ولا اجمل حاجه يعني. طيب انا هنا احنا قلنا هنعمل كراتان البطاطس، يعني في بطاطس. طيب البطاطس انا سلقاها ومقطعاها كوبيتي صغيرين. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، لان طبعا كلنا بنعرف نسلق البطاطس، بس انا بقولك لازم تكون شكلها متماسك. بس كمان في نفس الوقت لو ضغطتي عليها تبقى تتهرى في ايديكي كده، او تبقى طريه وناعمه جدا. احنا مش ليه عملتها مكعبات وعملتها كوبيتي صغيرين؟ علشان انا مش ههرسها. البطاطس انا مش ههرسها، هوريكي دلوقتي هنعملها ازاي. معايا هنا بقى بيضتين، ونقدر نقول عليه ده صوص بشاميل سريع. هي الوصفة أصلا بتتعمل كله على البارد. يعني إيه كله على البارد؟ يعني بيحط البيض على اللبن، على الفرينة أو الدقيق، على الجبنة الكريمية وملح وفلفل، وكله يتقلب على البارد من غير ما تسويها على النار خالص. وتنزلي عليها بالخليط وتدخليها الفرن على كده. لكن انا الصراحة ما بحبش الخطوة بتاعتي على البارد قوي دي. وفي نفس الوقت انا مش بسويه تشنتو بريتشنتو، يعني بسويه حوالي 70%. تقدري تقولي التلتين على البوتاجاز من فوق او 70% على البوتاجاز و30% في الفرن، بحيث ان هو ما يغليش معايا ويتقل قوي معايا الصوص، وفي نفس الوقت ما يبقاش ني وادخله الفرن وهو ني. لان انا البطاطس مستوية والحشوة مستوية، فلازم كمان الصوص اعمله يبقى واخد تسوية معاه. اول حاجة انا هنا نزلت بيضتين وعليهم كوبايتين من اللبن الحليب، وحطيت عليهم معلقتين من الدقيق ومعلقتين جبنة كريمية. يبقى كلها حاجة اتنين اتنين اتنين: بيضتين، كوبايتين حليب، معلقتين جبنة كريمية، ومعلقتين دقيق. وهنزل برشة الملح بتاعتنا المظبوطة، نظبط الصوص بتاعنا، وفلفل اسود. طالما في بيض يبقى نحط فلفل اسود. وهفضل اقلب كده زي ما انت شايفة لحد ما الخليط معايا يسخن وما يغليش. يعني هيغلي غلوة واحدة وهطفي عليه. انا مش عايزاه يغلي بقى ويتقل معايا والقوام يبقى تقيل كده وكثيف، لا، انا عايزاه مجرد بس يسخن. زي ما قلت لك تسوية حوالي 70%، وال30% هسويها في الفرن. هتلاقي الصوص كمان دلوقتي وانا بصبه هتلاقيه خفيف مش تقيل. سخن بس مش مستوي وتقل معايا، لا، هيتقل في الفرن. ولو حابة تعمليه على البارد برضو براحتك، بس الصراحة انا بفضل الطريقة دي. هفضل اقلب الكلام الجامد ده مع بعضه. ما ننساش بقى نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى.
شكرا للناس الجميلة اللي بتعمل لي كومنتات حلوة زي قلوبكم الجميلة. وما تنسونيش يا جماعة من الكومنتات، الكومنتات من الحاجات اللي بتفرحني قوي، ولما بلاقيكم كاتبين كومنت على طول برد عليكم، وحاجة بتسعدني جدا ان اشوف كومنتاتكم واللايك بتاعكم، يعني كده الفيديو عجبكم وببقى بيشجعني ان انا استمر معاكم واقدم كل يوم وصفات وما املش وافضل مكملة معاكم. انا نزلت هنا بالبطاطس الكوبيتي زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم انا مش ههرس البطاطس، فعشان كده عملتها كوبيتي صغيرين، والطريقه دي هتسهل معاكي الدنيا، وبتطلع كمان القطع متماسكه وروعه. حاجه جامده يعني. هتنزلي هنا بالصوص او الريبينو بتاعنا، التونه بتاعتنا والبصل والفلفل والزيتون والحاجات الجامده دي، ورشة الزعتر دي بتودي التونة والبطاطس في طعم تاني خالص. جربي دايما تحطي الزعتر مع البطاطس، مع وصفات البطاطس بتدي البطاطس طعم جامد قوي قوي، او بتبقى صابيني جدا مع البطاطس. دلوقتي هنزل كمان، انا حطيت كل كمية البطاطس تحت وسبت حبة صغيرين فوق، هحطهم على الوش علشان يبقى برضو فوق التونة شوية بطاطس. انا حطيت هنا رشة موتزاريلا صغيرة، ودي حاجة اختيارية، يعني مش شرط انك تحطي، بس انا بحسها لما بتبقى كمان جوه في الخليط. انا حطيت حبة صغيرين قوي عشان انا هحط على الوش. دلوقتي انا هنا بقى هنزل معاكم بالصوص اللي احنا عملناه، صوص البشاميل اللي هو يعتبر استوى 70%، وقلتلك تقدري تعمليه على ني خالص، ما تسويهوش، يبقى تسويه في الفرن من البداية كده. بقى انا بالطريقة دي، اول حاجة البطاطس مستوية، الريبينو مستوي، التونو بتاعي والخليط بتاعي، وكمان صوص البشاميل زي ما انت شايفة خفيف ازاي، انا مش متقلة خالص، خفيف خفيف خفيف. هصب كل الخليط ده عليها زي ما انت شايفة خفيف كده. لو انت عايزة تعمليه على البارد براحتك، بس هتاخد وقت اطول معاكي في الفرن عشان البيض طبعا والدقيق والبشاميل ده يستوي، لكن كده ما بتاخدش معاكي وقت خالص، حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة بتكون الصينية طالعة من الفرن، لان كل حاجة عندنا جا مستوية، مجرد بس ما البطاطس كده تمسك في خليط البشاميل كويس معايا. وانا بحط على الوش موتزاريلا، فكمان الموتزاريلا تديكي مطة حلوة وتبقى واخدة لون حلو، وما بتاخدش معايا ربع ساعة، يعني ماكسيمو تلت ساعة. انا اخدت معايا حوالي ربع ساعة. وكل طبعا فرن يا جماعة بيختلف، بس اهم حاجة تكوني مشغلة الفرن وانتي خلاص بتفنشي في الصينية، تكوني مشغلة الفرن قبلها ب5 دقايق عشان ما تاخدش معاكي وقت. رشيت انا رشة الموتزاريلا بتاعتي، والرشة الموتزاريلا دي اختياري، مش عايزة تحطيها براحتك ما تحطهاش، كفاية صوص البشاميل. ورشة اوريجانو او زعتر على الوش. بصي بقى الجمدان، بصي الجمال، وبصي اللون، وبصي الحلاوة، حاجة كده فاخر من الاخر. روعة جدا يا جماعة، صدقوني مفيدة جدا، مغذية جدا كمان، مش مكلفة. لو عجبك الفيديو متنسيش